بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي المشاهدين. هجوم الثعابين على المهدي وزوجته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إخواني المتابعين. إن شاء الله اليوم هنتكلم على رؤية جميلة تخص المهدي المنتظر وزوجته. هذه الرؤية من ضمن الرؤيات التي تبوح منها بأن المهدي متزوج، والله أعلى وأعلم. تعالوا نقرأ الرؤية وبعدين نفسرها مع بعض زي ما تعودنا. الرؤية تقول: رأيت المهدي داخل سيارته ومعه زوجته، ثم فجأة انتبهت زوجة المهدي إلى وجود ثعبان صغير خارج السيارة ومن جهة الزجاج الخلفي للسيارة، وكان متأهب للحظة الهجوم عليهم. وحين كشفت زوجة المهدي أمره، قررت أن لا تخرج من السيارة وأن تترك الزجاج الخلفي للسيارة من الداخل حتى تخيفه ويبتعد عنهم. وعندما أدركت أنها قتلته ولم يعد موجودا على الزجاج، خرجت من السيارة واتجهت إلى الباب الخلف للسيارة وفتحته للبحث عن الثعبان وللتأكد من أنها قتلته، وتخلصت منه فعليا، فوجدت بقايا لجسم سمكة وكانت بنفس لون الثعبان. يعني الثعبان اللي مات ده تحول إلى بقايا جسم سمكة. فقالت أخيرا تخلصنا منه. ثم فجأة ظهر حمار على بضع أمتار من السيارة، حوالي أقل من 10 أمتار، ونطق محدثا زوجة المهدي قائلا: لا تعالي وأصعدي فوق ظهري. وفعلا توجهت زوجة المهدي إلى الحمار وركبت على الظهر ليسير بها إلى مؤخرة السيارة، ثم نزلت من فوقه لتفاجئ من جديد بتحول الحمار إلى ثعبان صغير لونه أبيض وأسود. فنطق الثعبان محدثا زوجة المهدي قائلا لها: سأرافقكم طوال حياتكم. فخافت زوجة المهدي وقالت وكأنها تحدث نفسها: تخلصنا من الثعبان الأول يأتي لنا هذا. انتهت الرؤية. تعالوا مع بعض الأول نستعرض بعض رموز الرؤية عن الثعبان، سواء الثعبان الأبيض أو الأسود أو الثعبان الأسود، والسمكة الجافة أو بقايا السمكة، والسيارة في المنام، ومعنى الحمار في المنام أعزكم الله. أولا، السيارة تعبر عن حال الرائي، يعني ترمز إلى حال المهدي وزوجته. والثعبان في الحلم له دلالة على عداوة من بعض الأشخاص المقربين مثل الأهل أو الزوج أو الأولاد أو الإخوة أو الجار أو حتى شخص مقرب ولكنه حسود وحقود. وإذا كان الثعبان صغير الحجم فيرمز إلى الأولاد والأهل. أما رؤية إنها تهاجم الثعبان الأبيض في المنام وتقتله، كانت تلك إشارة إلى أنها فتاة طيبة القلب وتقية وتراعي الله في كل أمورها، وتراعي الله تعالى في كل أمورها. تفسير بقى الثعبان الأسود. في تفسير ابن سيرين وتأويل حلم رؤية الأفاعي السوداء في المنام، تقول بوقوع الخلاف والعداوة والنزاع بين صاحب الرؤية وبين أحد الأشخاص الذين يحملون حقد في الواقع على صاحب الرؤية ويحسدونه على حياته، وفي أغلب الأحيان قد يكون جار لصاحب المنام في الواقع، والله أعلم. طب تفسير حلم قتل الثعبان. إذا رأت المرأة المتزوجة في المنام إنها تقتل ثعبانا، دل ذلك على وجود ناس في حياتها يكرهونها ويحقدون عليها ويسببون في أذيتها، ولكنها ستتغلب على كل ذلك وسينتهي مشاكلها وسوف يفرج همها بإذن الله. والحمار أعزكم الله في المنام. الحمار في المنام يعني ويرمز عموما على متاع الدنيا وزينتها من مال وولد ونعم كثيرة. ويقول ابن سيرين: ما ركب الحمار حتى رآه يدخل به البيت فإنه رزق يساق له من حيث لا يحتسب. وركوب الحمار في العام يدل أيضا على النصر والظفر والأمان والسلامة والنجاة من الكرب والهم والحزن، سبحان الله. وأيضا من تفسيرات الحمار في المنام يدل على ولد أو غلام أو زوجة، وأيضا يدل على السفر. طب هنا الحمار ينقلب إلى ثعبان، يعني إيه رؤية الحمار ينقلب إلى ثعبان؟ رؤية الحمار ينقلب إلى ثعبان يدل على متاع الدنيا وزينتها من مال وولد، وينقلب إلى عداوة وحسد وحقد من الأهل. تعالوا بقى نتكلم في الكلام اللي احنا بيناه ده كله عن تأويلات ورموز ونجمعها كلها ويطلع بينا معنى ومضمون رؤية.
سبحان الله، حرب مستمرة على المهدي وزوجته من الأهل. وتقول الرؤيا أيضا إن زوجة المهدي تعول إحدى من أهلها وتصرف من مال عليهم في الخفاء. والدليل على ذلك إيه؟ تقول الرؤيا تقول: رأيت المهدي داخل سيارته ومعه زوجته، ثم فجأة انتبهت زوجة المهدي إلى وجود ثعبان صغير. الثعبان الصغير زي ما قلنا الأهل أو الأولاد خارج السيارة ومن جهة الزجاج الخلفي، يعني أمر في الخفاء. ولما انتبهت للثعبان لم ينتبه المهدي المنتظر رغم هم وجودهم الاتنين في السيارة، بل انتبهت فقط زوجة المهدي. يعني أمر تراه أو تعلمه زوجة المهدي ولا يراه هو. طب إيه اللي بيثبت كلامك كده؟ هقول لك: قتلت زوجة المهدي الثعبان وخرجت من السيارة بعد أن تركت الزجاج الخلفي للسيارة من الداخل وقتلت الثعبان. اكتشفت إيه؟ إن هذا الثعبان تحول إلى بقايا سمكة لجسم سمكة. السمكة في المنام بيدل على الرزق، يعني الأمر اللي بيجي في الخفاء اللي جاي في الرؤية هنا، وأتى في رمز الزجاج الخلفي يعني في الخفاء. وهي التي ترى الثعبان والمهدي بجوارها ولم يلتفت إليه، يعني لم يراه. والأمر الثاني هي محاولة إخافته. والأمر الثاني السيارة هي حال المهدي وزوجته. السيارة الأمر المسير لهم في الدنيا بيرمز لحال المهدي وزوجته. والثعبان الصغير يرمز على قول ابن سيرين الأولاد أو الأهل. وزي ما اتفقنا الزجاج الخلفي أمر خفي عن المهدي، وتخيف وتحاول أن تبعده أو تقتله، يعني وتحاول هي زوجته أن تقتل الثعبان أو تبعده، يعني محاولة الامتناع منها على ذلك الأمر. وخروجها من السيارة وتكشف أن الثعبان تحول إلى بقايا سمكة. هو الرزق الذي يتم صرفه بيدل على السمكة لم يتبقى منه إلا القليل جدا جدا، والذي جاء رمزه في الرؤيا هو بقايا السمك كما تبقى من السمكة. وهذا الأمر يجعلهم في حسد، هو ده الأمر اللي بيسبب لهم الحسد الكبير والحقد من الأهل والطمع فيهم، والله أعلى وأعلم. ممكن واحد يقول لي الأمر ده خاص وما ينفعش أنت تتكلم فيه، أو الأمر ده غيبي، أو الأمر ده غير صحيح. أقول لك لأ، أنا ليس لي دخل في هذه الأمور. أنا كل دوري بس بفسر رؤية، والرؤية دي جاية للعامة، يبقى الرؤية دي مهمة لازم تتيقن ذلك. بدل الرؤية دي جاية لواحد من العامة وتخص المهدي المنتظر، يبقى لازم تتفسر الرؤية دي، لأن فيها أمر قد يهم واحد أو اتنين من الناس. يعني مثلا ممكن الرؤية دي تكون مهمة، لعل يكون المهدي المنتظر موجود أو زوجة المهدي موجودة تسمع هذه الرؤية فتلتفت إلى الباب الذي يأتي منه الشر وهو الحسد والحقد له وتغلقه. وبعد كده في الأول والآخر أنا دوري يقتصر على تفسير الرؤية من كل الرموز اللي فيها وأبين الأمر الذي يحدث فيها. وبذلك لا يجوز أن تقول هذا أمر غيبي. أنا مش بتكلم بستنتج من أمر الواقع إن ده هيحصل كده عن طريق استنتاج شخصي، لا، ده أنا بستنتج من طريق رؤية، والرؤية التي تكلم عنها سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ما هي إلا بشارة أو نظارة لنا. وعلى فكرة الرؤية دي مهمة جدا جدا، لعل المهدي يسمع هذه الرؤية ويلتفت إلى أمر السحر ويغلقه، يعني يعرف من أين يأتيه السحر، وبذلك يكون سبب ليه لراحة، والله أعلى وأعلم. المهم تعالوا نكمل بقية الرؤية. ثم تقول الرؤية: فقالت أخيرا تخلصنا منه، ثم فجأة ظهر حمار على بضع أمتار من السيارة حوالي أقل من 10 أمتار، ونطق محدثا زوجة المهدي قائلا لها: تعالي واصعدي فوق ظهري. وفعلا توجهت زوجة المهدي إلى الحمار وركبت على ظهر يسير بها إلى مؤخرة السيارة، ثم نزلت من فوق لتفاجئ من جديد بتحول الحمار إلى ثعبان صغير لونه أبيض وأسود. فنطق الثعبان محدثا زوجة المهدي قائلا لها: سأرافقكم طوال حياتكم. فخافت زوجة المهدي وقالت وكأنها تحدث نفسها: تخلصنا من الثعبان الأول ليأتي لنا الثاني. سبحان الله تعالى، الرؤيا لها وضوح غريب جدا. اسمع الجزء ده. سبحان الله، ركوب الحمار فإنه رزق يساق له من حيث لم يحتسب، ويدل أيضا على النصر والظفر والأمان، يعني يستمر فترة الحياة بين المهدي وزوجته تمر بدون مشاكل ولا هموم وفي أمان الله، وتتحول بعد ذلك إلى مشقة وهم وبلاء ومشاكل بسبب الحقد والحسد من الأهل له، وهو الرمز تحول الحمار أعزكم الله إلى ثعبان أسود. فنطق الثعبان محدثا زوجة المهدي قائلا لها: سأرافقكم طوال حياتكم. يعني الأمر ده هيستمر على طول معاكم حتى يأذن الأمر من المولى عز وجل لكم. الجزء ده يأتي لنا
يعني سيستمر حياتهم هكذا من الحسد والحقد لهم، ويحدث بينهم أمور عظيمة بسبب الحسد والحقد، ولا ينتهي إلا قبل المبايعة بفترة قصيرة. هو الفترة يحدث فيها تحسن أحوال المهدي قبل المبايعة مباشرة. وهي تقول زوجة المهدي في الرؤيا: كل ما يخلص مرحلة صعبة تأتي مرحلة صعبة أيضا عليها وعليه، وهو رمز تخلصهم من الثعبان الأول، ليأتي لنا الثاني وتستمر معهم الحياة حتى يقضي الله أمر كان مفعولا. دول تفسير الرؤيا. ده تفسير الرؤيا الجميلة جدا الذي تخص المهدي المنتظر وزوجته، والله أعلى وأعلم إذا كان متزوج أم لا، ولكن أقص أو أفسر ما أراه في الرؤيا من تفسير، والعلم عند الله، وإن أصبت فمن الله وحده، وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان. ومن هنا نكون وصلنا إلى نهاية المقطع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.